تقوية القدرات الدفاعية للجيش المغربي بصواريخ إسرائيلية تثير ارتياب الإسبان. أدى ظهور صواريخ بلوس الإسرائيلية إلى حالة من الارتياب في الوسط العسكري الإسباني، فبعد تشكيكها في إمكانية سماح تل أبيب للرباط بالحصول عليها، تصاعدت المخاوف بعد ظهورها بشكل رسمي خلال فيديو استعراضي للجيش المغربي. وكتبت منصة ديفينسيا الإسبانية المتخصصة في الأخبار العسكرية بالجارة الشمالية أن الجميع في إسبانيا تيقن من حصول القوات المسلحة الملكية على صواريخ بلوس الإسرائيلية في وقت لا يزال فيه الجيش الإسباني يطمح إلى الحصول على موافقة تل أبيب. وتابعت المنصة العسكرية الإسبانية قائلة: إن عملية حصول المغرب على هذه الصواريخ الثقيلة كانت في الغالب بطريقة سرية، إذ تم الإعلان عنه فقط عبر مصادر إعلامية عديدة في وقت التزمت فيه تل أبيب والرباط الصمت حيال صحة الأمر. وأورد المصدر عينه أن الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لتدريب يقوم به الجيش المغربي حول كيفية استخدام صواريخ بلوس يظهر بشكل صريح نسبة التطور الذي وصلت إليه المنظومة الدفاعية والهجومية بالجارة الجنوبية في وقت قصير ووجيز. نشاهد فيديو تظهر فيه هذه الصواريخ التي تحصل عليها المغرب. هذه الصواريخ هي بمثابة ترسانة عسكرية جديدة لدى المغرب، ستعزز المكانة العسكرية للمملكة. نهاية هذا الخبر. لا تنسوا بالاشتراك في القناة. إلى اللقاء.